السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في بث مباشر جديد. معكم حسام دياب، مدرب تنمية مهارات ذات. أولا لازم أشكر كل الناس اللي بتتفاعل على الصفحة وكل الناس اللي بتتفاعل في البث المباشر وعلى الفيديوهات وبتنشرها في كل مكان لنشر الوعي، ونحتسبه عند الله إن الدال على الخير كفاعله. وتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل الحق على لساني، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. بسم الله. تعالوا نتكلم بقى في الموضوع المهم جدا 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 جدا، طبعا موضوع الساعه والفتنه الكبيره. للاسف الشديد هي فتنه كبيره جدا. فتنة العوضي بقت فتنة كبيرة وقوية جدا. عمري ما كنت اتخيل واتصور ان الفتنة دي هتفضل بالشكل ده وهتستمر بالشكل ده. ما تنسوش اي حد يخش يا جماعة البث او يشوف الفيديو يصلي على النبي، يكتب الصلاة على النبي في التعليقات. الفتنة دي كبيرة، وللأسف الشديد الجر ليها ناس كتير. ناس من الشهادات الكبيرة، وللأسف فيهم مدربين أعرفهم وبيدافعوا عن العوضي باستماتة وشايفينه اللي هو الواو، المنقذ أو المخلص بتاعهم، وهو اللي عمل واللي سوى حاجات تفخيمية كتيرة قوي 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 قوي. الموضوع كان مقلق ومؤلم ومرعب في نفس الوقت، لأن الموضوع في تصاعد للقتل. يعني التصاعد السلبي مش تصاعد ايجابي، يعني التصاعد السلبي، وللاسف الشديد ناس كتير بتتفتن بيه، والموضوع بيزداد سوء بسبب اللجان الالكترونيه والحسابات الوهميه اللي قصدها تنشر العوضي باي شكل وتجمله باي طريقه مهما كانت هي ايه، على حساب الدين، على حساب العلم، على حساب اي حاجة. بس المهم ان الموضوع بالنسبة لها اللي فكرة العوض تنتشر بين الناس. دي اكبر مشكلة واكبر كارثة الناس بتقع فيها، والجهل فيها بيزداد بشكل من المرعب، بشكل مرعب. بحاول بقدر المستطاع في كل فيديو في كل بوست بنزله اوعي الناس، اخبط عقول الناس. يا جماعة فوقوا، الموضوع مش هزار، الموضوع مش عناد، الموضوع كبير وداخل في سكة كبيرة. انتوا مش فاهمين الابعاد او مش واخدين بالكم من الابعاد. الصورة الكاملة عاملة ازاي، الصورة الكاملة اللي بتفتح لكوارث كبيرة جدا 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 في كل حاجة بنعملها، في كل حاجة. انتوا لو بص هقول لحضراتكم على حاجة. تعال بص للموضوع من فوق، بص الموضوع من فوق. انا ببص الموضوع بالشكل ده من فوق، ابعاده عامله ازاي، نقاط القوه والضعف فيه عامله ازاي، ايه النتائج المترتبه عليه، علشان اقدر احكم. يعني لما اجي ناس كتير بتتكلم انت بتحكم على العوض ازاي، وقلتها قبل كده وبقولها تاني. يا جماعه عشان تحكم بص على الصورة كاملة، بص على العوضي، مش فيديو ولا 2 ولا 3 ليه، لا على فيديوهات كتير دي. راقب كلامه وتصرفاته واسلوبه وهو بيتكلم. ابتدي قيم ده، شوف الارض المشتركة ايه، لان الموضوع دخل في سكة كارثية. الموضوع دخل في سكة كارثية، ناس بتموت، ناس بتتأذي، وفي ناس مكملة للأسف الشديد في التدليس. ده غير اللي ليهم مصلحة طبعا، ده اللي ليهم مصلحة في الموضوع ده كتير جدا في الموضوع ده. فالموضوع كبير، الموضوع مش موضوع زي ما ناس حتى من اللجان الالكترونية يا عم ده مجرد اكل، وتلاقي حتى الناس اللي بتتكلم معاهم في الشارع ده مجرد اكل. هو النظام عبارة عن مجرد اكل؟ لا، هو مش مجرد اكل، هو مش مجرد اكل. انت لو فاهم ان هو مجرد اكله بتاكلها واتحرمت شويه من اكل وعشان تخس او عشان قولونك يهدى، يبقى انت مش فاهم الموضوع.
انت مش فاهمه اصلا. انت مش فاهم العوضي ولا فاهم النظام بتاعه ولا فاهم اي حاجة. الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع اكبر واعمق من كده بكتير. الموضوع ان شخص مضطرب نفسيا عنده عقد نفسية بدأ يضرب في ثوابت دينية. يعني انت متخيلين بيضرب في عقيدة مسلم، اضرب في عقيدة دينية. مش بس كده، ده بيضرب في العلم نفسه، العلم اللي هو نفسه اتعلمه. يعني انت متخيل معايا العلم نفسه اللي هو اتعلمه. تخيل لما واحد جاي طالع بيتكلم وبيشتم وبيشكك في العلم اللي هو اتعلمه. طب على اي اساس حضرتك بتتكلم؟ طب على اي اساس حضرتك بتقول ده صح وده غلط؟ هتلاقي ان الموضوع داخل في السكه دي. ولو لاحظتوا التعليقات بتاعت اللجان الالكترونيه، حتى الناس الحقيقيه، لو هفترض ان في ناس حقيقيه بتمشي وبتدافع عنه الكلام ده كله، هتلاقي هم نفسهم يقول لك ايه لما تيجي تكلموا ده الدكتور قال لا يا عم ما هو هدم الطب وهدم الدكاتره وعمل طب جديد. على اي اساس هم بدنوا الكلام ده؟ على اي اساس هو اتكلم؟ لما هو هدم الطب اللي اتكلمه يبقى ما فيش بيني وبينك ارض مشتركه. يبقى حضرتك بتتكلم في اي اساس؟ حضرتك بتقول لي ان ده مرض ازاي وده مش مرض ازاي وانت بتنكر لي اصلا وجود المرض؟ يعني في ناس كتير، ده للاسف الشديد اللي انا شفته واللي انا بشوفه، ناس ايوه يا عم والاطباء والدكاتره والطب والعلوم الطبيه. سؤال محدد، لما انت جاي حضرتك بتقول لي ان هو هدم الطب، طب سؤال، لما الطب ده اتهدم هو لازمته ايه؟ هو طالع يتكلم في ايه؟ نظامه اتبنى على اي اساس؟ لما اجي حاكم لنظامه احاكمه باي اساس؟ على اي اساس؟ وهي دي اكبر مصيبه لعبيد العوضي. انا مسميهم العبيد وهفضل اسميهم العبيد لان هم فعلا عبيد. لعبيد العوضي واللجان الالكترونيه وحتى الناس السذج. انا هحاكم العوضي باي اساس؟ لما اجي هقيم العوضي باي اساس؟ كلامه ده لو هفترض كلامه صح او غلط هعرف منين هو صح ولا غلط؟ ما تقوليش من التجربه الشخصيه، لان ما فيش حاجه اسمها ابني علم على تجربه شخصيه. حضرتك عايزني احاكم او ابتدي اقول العوض صح ولا غلط؟ ايه الاسس اللي انا هبني عليها انه صح ولا غلط؟ لما انت تقول لي هو هدم الطب وبدأ عمل طب جديد، فين الطب الجديد ده؟ هو فين؟ احط بين الصح والغلط ازاي؟ ودي اول نقطة لازم اقف قدامها وانا بتكلم وانا بفكر وانا بشوف فيديوهاته. انا كشخص محايد، انا ماليش مصلحة مع العوضي ولا مع اتباعه، ولا ليا مصلحة مع الدكاترة والأطباء والشركات الأدوية ولا بتوع الفراخ والخضروات والكلام ده كله. أنا واحد دلوقتي بحاكم شيء قدامي. إيه الحكم اللي أنا هبتدي أحاكمه عليه؟ أعرف إن الراجل ده بيتكلم صح ويتكلم غلط على أي أساس؟ لو ما قلتليش فين الأرض المشتركة وفين الأساس اللي بيني وبينك، أنا هعرف منين؟ ودي أول نقطة وأول حاجة بحطها قدامي. فهنا لازم أحط الأساس ده قدامي. هو أنا مش عارف في ناس بتتكلم ولا أنا اللي جاي. طب يا جماعة حد يشوف التعليقات كده، عشان أنا مش ظاهر قدامي أي تعليقات، فأنا مش عارف في ناس بتعلق ولا ناس ما بتعلقش. وانا اسف جدا. امبارح برضو حصل نفس الحكايه، في ناس كان بيتعلق وما فيش اي تعليقات ظهرت معايا، فانا مش عارف هل في ناس بتعلق فعلا ولا ناس مشاهده كده وخلاص. طيب هو انا مش عارف الناس بتعلق ولا لا، بس المهم اعملوا لايكات يا جماعه بعد اذنكم وتعالوا نكمل.
بسم الله. فانا هاجي هحاكم العوضي، هحاكمه على اي اساس؟ حطيت العوضي قدامي، حطيت الاساس اللي العوضي هبتدي احاكمه عليه. طيب هاجي هنا اقف قدام كم نقطه كده مهمه دايما بقولها في كل بس دايما بنتكلم. اول كلمه بتتقال على اي اساس انت بتتكلم عن العوضي؟ انا بتكلم النهارده مش في تخصص، انا بتكلم بالكلام العام، ان الشخص ده انا دوري كواحد بنشر وعي، بنشر علم، بنشر معرفه، بصحي الناس، بوعي الناس. مطلوب مني ان لما تجيلي فتنه قدامي كبيره لازم اشوف هل الكلام ده صح ولا غلط، واحطه المجمل العام. طب هجيبه من اي اساس؟ كلام الاطباء، كلام العلوم الطبيه، الدين والشرع. هو ضرب كل ده وقال غلط، فانا طالع بتكلم بقول يا جماعه بحذر من الفتنه دي، الشخص ده دجال، الشخص ده ضل مضل. يبقى ده اول جزئيه، ده اول حاجه واول اساس. الاساس الثاني اللي هنبتدي نخش نتكلم فيه، انت بتتكلم ازاي انتوا كنتوا فين والراجل ده كان موجود؟ الراجل ده كان موجود وناس كتير ردت عليه، وحصل مداخلات تلفزيونيه من احد الدكاتره، وحطوا في خانه اليك وما قدرش يتكلم، وبعبعه العوضي كالعاده ورفع الصوت العالي، خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا، ده اللي اشتغل عليه. الدكتور ممدوح اتكلم في عمل فيديو كبير، فيديو صغير فيديو كبير، اتكلم قال لك كنتوا فين وهو كان موجود. الراجل اتكلم بالموضوع ده وقال هو كان موجود وجاب الادله بتاعته. احنا عرفناه منين؟ عرفناه بعد ما مات من اتباعه، لما نشروا ايه؟ بدأوا ينشروا الدجل بتاعه، بدأوا ينشروا فيديوهاته، بدأوا ينشروا الكلام بتاعه. ده انا واحد من ضمن الناس عرفت الكلام ده منه. لما بدأت اشوفه وبدأت اقيم الموضوع ده، ابتدي اقيمه ازاي؟ ابتدي اشوفه ازاي؟ فده كانت النقطة الأساسية معايا اللي أنا عرفت العوضي بسببها بعد ما مات. لما بدأت أشوف الفيديوهات بتاعته المنتشرة، اللي انتشرت في جروبات وانتشرت في صفحات والكلام ده كله، بدأت اللي نشوف ده عشان أقيم ده، عشان أخش في الجزئية اللي بعد كده. يا عم أنت مالك؟ ما كل واحد حر. حلو قوي، أنت مالك كل واحد حر دي هقف عندها في نقطتين. كل واحد حر دي، اولا عندنا في الشرع الاسلامي في حاجه اسمها، في الشرع الاسلامي قال الله قال رسول الله. ربنا بيقول لك في القران كنتم خير امه خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني اللي انت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فرض عليك، وفي عذاب. يعني ربنا لو امر بقريه انه يعذبها، اول واحد هيتعذب فيها الشخص العابد اللي ما كانش بيؤمر بالمعروف ولا بينهى عن المنكر. الثاني في حديث رسول الله من رأى منكم منكرا فليغيره. وخد عندك الامثله كتير. ما تجيش تشوف لي واحد بيموت او واحد بينتحر وتيجي تقول لي انا مالي، هو حر ينتحر زي ما هو عايز. لا يا فندم، هو هنا مش حر، انت بتنقذ روح بني ادم، انت بتاخد حسناتك في انقاذ روح الناس. قال الله في سورة المائدة في رسالتي اللي انا بتكلم فيها في سورة المائدة، اللي انا دايما بقول دي رسالتي في الحياة، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. بعد الآية دي جت بعد ايه؟ بعد قصة بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. الاثنين ايه؟ واحد فيهم قتل الثاني. من أجل ذلك، بص ربنا بيقول لك إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها، أنا دي رسالتي، ومن أحياها لما أنقذ أرواح الناس. دي شغلتي أصلا كمدرب تنمية مهارات لايف كوتش، اللي أنا أنقذ أرواح الناس. لما بيجي لي ناس منتحرين وناس بتفكر في الانتحار، كميه الناس اللي بتجي لي على مدار ال20 سنه اللي فاتوا في مجالي ده، لما في محاضراتي في الاستشارات على الخاص، كميه الناس اللي بتفكر في الانتحار كتير، وناس خلاص اجبرت انتحار، وناس انتحرت وانقذوها في المستشفيات، واللي اتمنعت على اخر لحظه. كان دوري اللي انا امنع الناس دي من الانتحار. فما تجيش تقول لي انت مالك، لان ده مش من الشرع ولا ده حتى من العلم. عشان تيجي للنقطة التانية، حضرتك حر في أكلك وشربك.
لكن ما تجيش تنصر لي الباطل وانك تنشره وتيجي تقول لي انا حر. لا حضرتك كده انت بتنشر فساد في الارض، واجب عليا ان انا اقول لك لا، اوقفك عند حدك، عشان تيجي للنقطه اللي بعد كده. والنقطه الثانيه المهمه بقى ايه، واللي هتكون المدخل للاساس اللي احنا شغالين عليه، الا وهي هتلاقي في تعليقاتهم، تعليقات اللجان، اللي اغلب اللجان واغلب تعليقات حتى عبيد العوضي، ايه هي بقى؟ الراجل مات، انتوا بتردوا على الراجل مات ليه؟ انتوا بتسألوا الراجل اللي مات ليه؟ الراجل مات، الراجل عند ربنا خلاص، الراجل سلم لما فعل اهدى بس. الراجل ده مات، لكن الاثر اللي سايبه كارثه. الاثر اللي سايبه كارثه، كارثه، كارثه في حياتك. كارثه ان الراجل ده ساب اثر سلبي، ساب سنه سيئه عليه وزره ووزر من عمل به الى قيام الساعه. ايه الكوارث اللي عملها؟ يعني الراجل ساب من الحصيله الى كلامه اللي قتل بيه ناس، اللي ناس اتضررت بيه. انت فرض عليك شرعا في الشرع انك تكشف حقيقه الكوارث دي، حتى اساءه الميت ده. ايوه حتى لاساءه الميت ده. الدليل على كده من سنه النبي، حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الجنازتين اللي دايما بقولها في كل بس، وقلتها قبل كده في فيديو. وخش على موقع الشيخ ابن باز، وخش على المواقع العلميه، واسال اهل العلم الشرعي هيقول لك نفس الكلام. الجنازتين وجبت. إيه لما سالوا وجب ايه اللي وجبت يا رسول الله؟ قال لما اثنيت عليها خيرا قال وجبت لها الجنه، اثنيت عليها شرا فوجبت لها النار. انتم شهداء الله في الارض، احنا شهداء الله في الارض. ده مش بس كده، احنا ده بصفه عامه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ايه؟ اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. احنا بنشهد الراجل بالايمان اللي بيعتاد المساجد، احنا بنشهد ليه بالايمان. احنا شهداء الله في الارض، احنا شهداء الله في الارض. فلما كنا احنا شهداء الله في الارض ونشوف من المنكر ونشوف من الفساد، ده واجب علينا ان احنا نزور الناس. ده زائد بلس بقى كمان، زائد اللي اهل الاختصاص في الطب هم طالعين بيتكلموا. اهل الاختصاص طالعين بيتكلموا، اللي عنده ثقافه وعنده علم وعنده وعي بيطلع يتكلم ويطلع ينكر ده، لان ده فرض عليه من اقول لك ايه، من علمه ومعرفته، من ضميره الانساني. فلما نيجي حضرتك جاي بتكلمني وبتقول لي ان الشخص ده مات بس ساب اثر سلبي، احنا واجبنا ان احنا نكشف الاثر السلبي ده للناس. ده واجب، ده من الشرع الاسلامي اللي احنا نكشف الاثر السلبي ده للناس. فلازم نفهم الكلام ده كويس قوي، لازم نشوف الكلام ده وان احنا نشتغل عليه وان احنا نظهره للناس. ده الاصل وده الاساس. عشان نيجي للنقطه المهمه جدا جدا، هو ايه الاثر السلبي اللي تركه العوضي بقى؟ ايه الاثر السلبي اللي تركه العوضي؟ والعوضي اصلا، عشان اجي للنقطه المهمه جدا، انا لما اجي بقول وقلتها فيديوهات قبل كده، بوستات قبل كده، العوضي دلوقتي لما اجي العوضي ده على اي اساس بنى نظامه؟ العودة على اي اساس بنى النظام بتاعه؟ برضو يا جماعة انا مش عارف هل في ناس بتعلق ولا لا. والله انا مش شايف اي تعليقات على البث خالص، فانا مش عارف. استنوا كده. هو انا التعليق بتاعي كده ظهر، مش عارف. طب يا جماعه اللي في ممكن حد اللي موجود يعلق بس معلش، صلوا على النبي، بالصلاه على النبي على الاقل قوي. عايز اعرف التعليقات شغاله عندي ولا مش شغاله ولا فيها ايه، انا مش عارف. تمام. طيب
انا هكمل وسايبها على ربنا، الواحد بيعملها لله، وكنت بحب بس التفاعلات بين الناس وان احنا نقعد نتكلم واخد وعطا في الكلام. المهم، طيب نيجي للعوضي. على اي اساس العوضي بنى علمه او بنى النظام بتاعه واللي طالع بيتكلم بيه؟ هل العوضي عمل ابحاث علميه؟ المفروض عشان تيجي تقول لي والله انا عندي الالم ده بيعالج حاجه الفلانيه، هتيجي تقول لي ايه الدليل على ان الحاجه ده الالم ده بيعالج؟ ايه الدليل ان الالم ده بيعالج؟ ايه الابحاث بتاعته؟ ايه التفصيلات بتاعته؟ بتيجي لي اول حاجه التفصيلات، ماشي، مكوناته تكتبها لي، وبتقول لي هو بيعالج ايه بالظبط. هل في حاجه اسمها بعالج كل الامراض بالالم ده؟ الاجابه القطعيه لا. منطقيا وعقليا لا، مفيش حاجه اسمها بعالج كل الامراض بالالم ده. العوض طالع بيقول انا بعالج كل الامراض بالنظام بتاعي، والنظام بتاعي ده ما فيهوش ثغره، والنظام بتاعي ده نظام علمي، والنظام، هو عمال يقول طب على اي اساس بنيت؟ هو في حاجه اسمها نظام يعالج كل شيء؟ هو حبايه اسبرين بتعالج كل حاجه؟ الصداع والوجع البطن ووجع الراس ووجع الكتف ووجع مش عارف ايه كله اسبرين؟ لا، هو مش كده. انت بتتكلم في امراض، وبتتكلم في امراض مزمنه، فحضرتك ايه الاثباتات اللي على ده؟ ايه الابحاث العلميه اللي انت عملتها؟ بيعالج انهي امراض؟ بتعالج لي انهي امراض؟ وايه الابحاث اللي انت عملتها؟ الدليل، قول لي دليل ان انت عالجت امراض. ايه اللي انت عملته في الامراض؟ هل هو طلع قال انا ابحاثي يا جماعه 1 2 3 4 5 وادي النشرات بتاعتي 1 2 3 4 5؟ الاجابه القطعيه لا. جبت الكلام ده منين؟ كلام العوضي نفسه. يا جماعه تاني، في ناس بترقع كلام العوضي، وبترقع على العوضي عشان ينشروا نظامه باي طريقه وباي وسيله. تمام كده؟ بيرقعوا كلام العوضي باي طريقه وباي وسيله. ازاي؟ عن طريق التدليس. ان يقول العوضي قال، لا هو ما قالش. طب العوضي ما قالش، لا هو قال. تلاقي هم عمالين شغالين كده. يعني العوضي طلع في اكتر من فيديو قال لك ايه؟ وقف الادويه، والانسولين مرض سام وده سام وماده سامه ومش عارف ايه وبتقتل ولي. هم طالعين يقول لك لا هو ما قالش كده، مع انه طلع وقال الكلام ده. الفيديوهات موجوده بتاعته قال الكلام ده. فهيكدبوا عينيك وهيكدبوك وانت بتسمع. بيعتمدوا على جهل الناس. ده ما قالش، ده مش عارف ايه. يا باشا الفيديوهات موجوده عندي على الصفحه، انا اللي منزلها بنفسي، انا اللي شايفها. لا، وطالعين يكدبوني ويقولوا لي لا ده ما قالش. يا ابني بقول لك قال، وقال ان كفران تجارب. هو قال الكلام ده. فانت طالع تقول لي غير كده، يقول لك ده عمل ابحاث. ده الناس اللي طالعه بتتكلم دلوقتي يعني للاسف طالعين يقول لك ايه ده عمل ابحاث. فين الابحاث اللي عملها ده؟ فين الابحاث اللي عملها؟ ده من تكبره وغروره ونرجسيته. ده طالع بيقول انا اعلم من شيخ الازهر في الدين. لما واحد بيقول له فين الابحاث اللي انت اروح اقدمها لمين؟ انا اعلى من شيخ الازهر، وشيخ الازهر انا بقدم حاجه اعلى من شيخ الازهر. ايه اللي انت بتقدمه اعلى من شيخ الازهر؟ هو مش في حاجه اسمها علماء واهل علم؟ هو انت داخل بتدلس على خلق الله وبتلعب بالكلام بدون حتى، يعني انت بهرتل. يعني اذا كان عندنا مثلا مصر يقول لك ايه؟ اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل. يعني انا قاعد بتكلم كده، قاعد عمال اسمعه وهو بيتكلم. ده مفيش عالم من علماء المسلمين طلع وقال الكلام ده. يا باشا ابن تيمية ما قالهاش. يا باشا الصحابة نفسهم ما قالوهاش. ما قالوش انا جايب علم فوق ابو بكر ولا فوق عمر ولا فوق عثمان. ما طلعش حد من العلماء على مر التاريخ ما طلعش. ابسطها الالباني اللي مات في الاربعينات ولا الخمسينات،
ما طلعش قال انا طالع بعلم اعلى من الازهر، ولا اعلى من ده، درس في الازهر وقرا واتعلم. فانت جبت الكلام ده منين؟ ده يدل غير على واحد بيلعب بالكلام نرجسي، لانه عارف انه ما عملش حاجه، هو بيلعب على كلام الناس، على غباء وجهل الناس. ده غير اللي بيدعمه بقى ايه اللي وراه. فين الابحاث اللي انت قدمتها؟ مش موجوده. هو مات بقاله قد ايه؟ ده الشهر داخلين في الشهر الثالث. حلو الكلام. مش المفروض الابحاث دي تكون مراته عارفاها وتطلعها زي ما كان طلع في فيديوهات وطلع بس البثوث اللي بتعملها؟ مش المفروض انها تطلع الابحاث دي وقالت هو عمل ابحاث وعالج ومش عارف ايه؟ مش المفروض ده كان يطلع؟ مش المفروض ده كان بيعمله لو هي صادقه في كلامه وهو كان صادق في كلامه؟ اهو مات. فين الابحاث بقى اللي حد من زوجاته، حد من مطلقاته طلع الابحاث دي؟ مراته اللي كان بتقول عليه اللي هو يا عيني المسكين اللي بيطلع وبيخبي وشه وهو راح يصلي، مش كان الاولى بيه قبل الهرتله اللي هي عماله تهرتلها دي؟ وسبحان الله، يعني ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني هي واللجان الالكترونيه بتاعته هم بيفضحوا العوضي اصلا، هم اللي بيفضحوا العوضي اصلا. فهي دي الفكره، هم اللي بيفضحوا العوضي اصلا. يعني هم، يعني سبحان الله، ربنا بيوقعهم في شر اعمالهم. بتلاقي في تعليقاتهم، وتلاقي هي وهي طالعه بتتكلم واقعين في شر اعمالهم. ولما تطلع واحده ثالثه طالعه بتندب اللي المفروض تتسجن هي كمان دي، ماشي، طالعه بتتكلم وطلع شتمت فيها وغلطوا في بعض وطقشوا في بعض، وكل واحد عمال يطقش في التاني. ما هي سبوبه بقى، ما هي ايه، حته لحمه بقى جايه طريه بقى، ماشي، نظام ما فيش حد هيمسكه بعديه، كل واحد يقول لك انا همسكه، كل واحد يبتدي يألف، كل واحد عايز يطلع بقى البطل الشجاع الهمام هو اللي دافع. فما طلعتش الابحاث بتاعته ليه؟ ايه، ما شافتهاش؟ ما قريتهاش؟ ما دخلتش مكتبه بعد ما مات وقعدت تدور في الابحاث بتاعته؟ ده لو عنده ابحاث اصلا وطلعت صورتها على الاقل. هو فين؟ لكن ده غير منطقي. فهو ابحاثه وهميه، بيتكلم كلام هرتله وهمي. فده النتيجه بقى ايه؟ النتيجه اللي وصلتنا للي احنا فيه النهارده، النتيجه اللي وصلتنا للي احنا فيه النهارده، السيئات الجاريه بتاعت العوضي ابتدت بايه؟ ابتدت اول حاجه هي كانت موجوده عندنا في عالمنا العربي، بس زادت الامر سوء، الا وهي التحدث بدون علم في اي مجال. بقينا النهارده بنتكلم في الطب. انتوا متخيلين؟ بقينا النهارده احنا مش دارسين طب، مش عارفين علوم طبيه، بقينا داخلين النهارده بنتكلم في الطب. لا 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 لا، انت متخيل معايا؟ احنا بنتكلم في امراض، احنا بقينا بنتكلم في امراض. انت متخيل؟ انت بتخش صفحات وتخش صفحات العوضي وجروبات اللي عاملينها باسم العوضي، خش اقرا تعليقات الناس على الامراض. يا جماعه انتوا دارسين طب؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده من افتى بغير علم فهو في النار. انت بتفتي وبتدلس على الناس وبتقتل الناس. يعني العوضي مش بس عمل جريمه قتل، كان بيقتل وهو عايش، ده سبب ورث للاتباع واللجان الالكترونيه وعبيده توريث القتل هو كمان، تورثهم للقتل هو كمان. فهي دي الفكره كلها، اللي النهارده الموضوع بقى شبه مرعب، النهارده بقى بيتكلموا في الطب. كميه الناس اللي بتتكلم في الطب النهارده وبتتكلم في الامراض وبتتكلم في اللقاحات وبتتكلم في اسمه ده، بتتكلم على حاجات الاطفال والتطعيمات، واللي طالعه تتكلم اللي هي الطباخه، المفروض ان احنا بنقول عليها طباخه، اخرك يا ماما مطبخ. طالعه عامله فيديو، اقسم بالله يمين هتحسب عليه قدام ربنا.
شروع في قتل، شروع حرفيا في قتل. انا شايف الفيديو، مرض سرطان يا جماعة، ما تاخدوش الكيماوي، ما تاخدوش الاشعاعي، ده الامراض دي بتحب العلاجات. انا فين المنطق؟ بالمناسبة انا جات لي رسالة، الرسالة دي فيها تقريبا ملف 14 صورة ليها، واحدة بعتهم لي ماشي، بتثبت فيهم انها اتعالجت من الكانسر بتاعها من الكيماوي ومن البداية، مش من العوضي ولا من نظام الطيبات. والله العظيم الرسالة موجودة عندي على الخاص، وصاحبتها دخلت قالت لي ده اثبات اهو، وانا مرقمه لك ومن ترقيم الصفحات ان هي خفت من الكيماوي وخفت من الاشعاعي ماشي، وغير الامراض العمليه اللي عملتها تقريبا. تمام، ده جايبه لي بالدليل والاشعه والتحاليل والكلام ده كله، وبتقول لي ايه ده الدليل بتاعها لو تنشرها. انا بقسم بالله ده اللي حصل قدامي، ومعايا موجودة على الخاص ولسه عايزه بنزله. فالفكره كلها ان واحده طالعه تتكلم تقول لك امنع الادويه، ده شروع في قتل. وده اللي عمله العوضي لما قتل بيها الدكتوره شيماء، وجوزها رفع عليه قضيه وهرب للامارات، وبعدها ما حنين ماتت بمرض الكانسر، كان عالج حنين اللي ماتت بمرض الكانسر لما قال لها وقفي العلاج الكيماوي وامشي على الادويه وامشي على النظام، جالها مضاعفات، الكانسر انتشر في جسمها كله وماتت. وقصه حنين قصه من قصص مشهوره جدا من عبيد العوضي. حد طلع يدافع؟ حد طلع يتكلم؟ لا، عشان يطلع بعد كده ناس هي طباخه وغيرها اللي بتقول عليك شبه مايكل جاكسون ولا مش عارف ايه ماشي، والتانيه اللي طالعه بتشتم وبتزعق في خلق الله بتاخد نفس نظام عوضي، ولا اللي طالع شبه العوضي وطالع على التيك توك وطالع بيتكلم في الطب وامنع، ولا التانيه اللي تقول لك انا دكتوره وقاعده في كندا ولا عارفه تنطق مصطلحات علميه صح ولا عارفه تفسر كلام صح ماشي، وتقول لك انا دكتوره وعايشه في كندا ومش عارف ايه والكلام ده كله. مفيش الكلام ده، والله شفت فيديوهات ليها، والله العظيم دي المفروض تسجن، تهمه النصب وتهمه الشراء في القتل. خد عندك من ده كتير. فالفكره فين؟ فكره ان النهارده عوضي طور ده عن الناس، ادى. بص، تعرفين لما احنا كنا بنتكلم فيهم، احنا كنا بنتكلم في الطب حاجات دي بس في من الدارة، دلوقتي بقى بشكل صريح، ودي اول سيئة جارية ليه. اي حد هيموت النهاردة، اي حد هيتضرر النهاردة من الكلام المنتشر ده، مين اللي شايل الذنب؟ اول واحد شايله العوضي، لان هو اللي فتح الباب ده، هو اللي سمح للناس دي تعمل كده. مش بس كده، والناس دي يعني احنا دايما بنقول هو فين الداخليه من الكلام ده؟ فين الازهر من الكلام ده؟ فين وزاره الصحه من الكلام ده؟ الناس بقت النهارده في ناس بتموت، مستشفيات والتقارير الطبيه اللي الواحد بتتصور وبتنزل، اللي بتكون على صفحات الاطباء ويقول لك الدكتور. انا كلمت دكاتره، والله دكاتره انا كلمتهم بيقول والله قال لي كده العيادات زادت عندنا بسبب الطيبات، ده مصلحه لينا. اللي بيقول لك انه احنا اتضرينا ده جاهل ما يفهمش حاجه، بيقول لك والله العيادات عندنا زادت وبيحلف لي من اتباع العوضه، اتباع النظام اللي ماشيين بيه. فانت جاي النهارده بتقول لي على ده، فانت فتحت لي مجال للدجل بقى فيه. يعني بص، انت متخيل انت مش بس سمحت للناس اللي هي تتكلم في الطب وتتكلم في الامراض وانها تشكك في الاطباء، لا انا جاي لها كمان شويه. مش بس كده، لا، انت الناس العاديه بقت تتكلم، ده انت عملت لي نسخ دجالين منك
النهارده بقى كميه الناس اللي بتتكلم في النظام مرعبه، مرعبه، وناس بتسمع لهم، وده للاسف، وتلاقي عليهم تفاعلات كتير. انتوا فين يا جماعه؟ هو فين عقلكم يا جدعان؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم انتوا ماشيينها ازاي؟ لما انت تيجي تقول لي النهارده بقى في كميه الناس اللي طالعه بتتكلم في الامراض. يا باشا انت دكتور، يا باشا انت درست تشريح، انت درست امراض، هو ده تخصصك؟ لا، امال بتتكلم فيه على ايه اساس؟ زي ما اتكلمت وفضلت اتكلم على مدار سنين طويله، وانا بتكلم الناس اللي طالعه بتتكلم في الدين. ده غير بقى اللي طالعين داخلين لي في القصر، داخلين لي في تعليقات يكلموني في الدين. حرام عليك، انت بتاع تعليقات، انت بتجمع تعليقات، انت عايز نكات، انت بتاع سبوبه، اتق الله. انتوا يا ابني مجانين والله العظيم. كلامك الداعيه الفلاني، انت ماشي لي بنظام اللعبه النفسيه، الشنطه فيها كتاب دين. انت بتسبني وتتهمني، تتهمني في ذمتي، وجاي بعد كده تقول لي اتق الله. ما تكلمش معاه، ما تكلمش عليه. انتوا وصل لكم درجه من الفتنه حتى في دينكم انكم تنكروا المنكر لواحد سب النبي وسب الصحابه، واحد اتقل ادبه على الصحابه وبيستظهر كلام ابو موسى الاشعري. ده غير كذبه في حديث مكذوب اصلا مألفه وهو قاعد عن رسول الله. ده غير بقى ايه؟ عدم احترامه للنبي. ده انا ما اتكلمتش انه قالها بشكل صريح ان هنبقى آلهة في الجنة. ده كده واحد جاهل بعقيدة مسلم اسلام قال به اسلام، لم يدرس فقه توحيد ربنا، يعني ايه توحيد الوهية وربوبية واسماء وصفات. ده ما فيش، ده كلامه وقع في كفر. وجايين يتكلموا معانا، ده انت بتجمع لقات. انتوا بتتكلموا ازاي؟ فين عقولكم؟ فين دينكم اللي انتوا جايين بتتكلموا بيه؟ فانت جاي تكلمني دلوقتي شخص النهارده النتائج على ارض الواقع اللي احنا بنشوفه، واللي منشور دلوقتي واللي مشهور دلوقتي، واللي الدكاتره وبلوجر ربنا يجزيهم كل خير بقوا بيظهروه، دجل حرفيا. مرضى سرطان وقف لي علاج الكيماوي، وقف لي اشعاعي، وقف لي مش عارف ايه، بتاع الفشل الكلوي وقف لي مش عارف، وقف لي الادويه. وقف ادويه يا عم، ما تاخدوش ادويه، امشي على النظام، ده النظام ريحنا، ده النظام مش عارف ايه. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا فين عقولكم؟ فين دينكم اصلا؟ فين الغيره على دينك؟ فين الغيره على المسلمين وارواح الناس اللي بتموت؟ لما كنت بعترض على فكره الكلاب وفكره الموتوسيكلات اللي بيمشوا بحاله تهور واستعراضات والكلام ده، ما انا اتكلمت عليها في بوستات عشان ارواح مسلمين، عشان ارواح ناس. انتوا فين انتوا بقى؟ ما حدش فيكم طلع ليه؟ ما حدش فيكم كان بيتكلم ليه؟ هو دي الفكره، فكره انك النهارده ناس مش بتتكلم مش ناس عاديه بس بتتكلم في الطب وفي الامراض وبتمنع وبتحلل وبتحرم على مزاجها. لا، ده طلع ناس اصلا بيدعوا لده، واخدين رايه العوضي والبس يا معلم، وجايين يقول لك ده في ميزان، ده في ميزان حسناتك يا عوضي، انك ان اللي بيتكلموا عليه في ميزانك ايه؟ الشهيد. وفكره الشهيد، تعالوا لي هنا، انت جبت فكره الشهيد دي منين؟ انا عايز اعرف جابوا فكره الشهيد دي منين؟ جبتوا الشهيد دي منين؟ ولا فكره القتل، هو انت جبت قتل منين؟ ما هو حاجه من الاثنين، اما معاك دليل قتله او انت اللي قتلته. معاك دليل قتله؟ لا. كنت معاه ساعه ما اتقتل؟ لا. يبقى انت اللي قتلته؟ لا. يبقى جبت قتله ده منين؟ اتقتل منين؟ جبتوا ان هو اتقتل منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا عايزين تفخموا وتعظموا فيه باي طريقه، باي طريقه مهما كان، عايزين تصنعوا منه الالوهيه باي طريقه.
الرسول باي طريقه، بتدوروا على المنقذ باي هبل. جبتوا الكلام ده منين؟ ما فيش دليل. يبقى حضرتك تخرس لحد ما تجيب لي الدليل. يبقى الحال هو عليه لحد ما تجيب لي الدليل. هو مات بجلطه في القلب. وده النتائج التشريح اللي طلعت من الامارات وطلعت من مصر. ده اللي اتقال وده اللي انتشر. ما عندكش دليل يا باشا، عندك دليل غيره طلعه. ما عندكش دليل يبقى تسكت. ما تقعدش تألف لي، ما تقعدش ترسم لي صورة هالك المقدسة بتاعته. لان انت بتضر نفسك وتضر اخرين ده اصلا، وانت كذاب. انت بتكذب عشان يدي فرصة بعد كده بقى. ودي نقطة تانية مهمة وكارثية. ايه بقى؟ النقطة الكارثية بقت مش بس بنتكلم في الطب وبنحلل ونحرم ونتكلم في الأدوية ونتكلم في ده. لا، ده احنا وصلنا لليفل أسوأ. الليفل الأسوأ ايه بقى؟ اللي احنا بنعترض على كلام الأطباء. يا باشا النهاردة دكتور طالع بيتكلم في تخصصه. انتوا متخيلين؟ طالع يتكلم في تخصصه. في تخصصه. ايوه يا باشا. تلاقي داخلنا وغالبا بيكونوا طبعا اللجان الالكترونيه والحسابات الوهميه الفيك داخله بتشتمه ماشي، وبتقلل منه وبتقلل من كلامه. واللي طالع داخل بيقول له مش عارف العوضي ومش العوضي والكلام ده كله. انتوا مجانين. ده حرفيا منتهى العبثيه. الموضوع بقى عبثي بشكل غير عادي. لما دكتوره، انا نزلت ليها اكتر من فيديو عندي هنا على الصفحه، دكتوره تغذيه، والله لسه شايف لها الفيديو النهارده. راح بتقول هي بتتكلم في كدكتوره تغذيه، بتتكلم عن فوائد واضرار الاكلات ومش عارف ايه، وعن البيض وعن الفراخ والكلام ده كله. داخلين بيكفروها. هي عامله فيديو كوميدي. طب لما انا ما اتكلمش في تخصصي، اتكلم في ايه؟ لا، داخلين بيهاجموها، داخلين بيشتموها. شفتي قمه العبث اللي احنا فيه، قمه الجهل اللي احنا فيه. واللي اثره ده مين؟ سببه مين؟ العوضي. سببه العوضي. سيئات اللي جاريه عشان ايه؟ فرحين. والله العظيم من بدايه، والله كنت متوقع ده وكنت خايف من ده من الاول. ولما نزلت البوست كميه الضحك بقى والتريقه عليا والكلام ده كله، لما طلع في بدايه طلوع اللي شبه العوضي على التيك توك، لما شفت حد منقل من التيك توك الصور ده وبعت لي على الخاص واللي بدا ينشر على الصفحه، قلت حصل اللي انا كنت خايف منه. لان ده المتوقع. في ناس مستغله عايزه تستغل الترند، لا تركب، عايزه فلوس يا باشا. مصلحه عنب. اركب فوق ترند وامشي مع العوضي، وهتلاقي لجان الكترونيه كتير، مئات ايه، الاف الحسابات الوهميه هتخش تدعمك. صفحات كبيره، تلاقي صفحات 10,000 و20,000 و15,000 داخلين بيدعموه، داخلين تلاقي بيمدح يا باشا ومش عارف ايه. شوفوا الطباخه، شوفوا صفحه الطباخه وانتوا تعرفوا. شوفوا حسابها عامل ازاي، صفحتها عامله ازاي. ده برنس سبوبه عسل شغال عليها، سبوبه قشطه. من بقى ايه الهبل اللي هي بتعمله على الحبه الكامله. وتعالى رز رز بلبن على نظام الطيبات. والله سالت نفسي السؤال ده، وحتى الدكتور لما عمل الفيديو قعدت ضحكت. والله الكوميديا السوداء، جبت اللبن منين؟ ما تقنعنيش انت الفت لبن. جبت اللبن منين؟ عملت رز بلبن منين اللبن اللي هو اصلا اللي هو العوض بيحرمه، واللي هو بيقول لك مش عارف ايه.
انتوا مجانين، انتوا لحد للدرجه دي كميه الجهل. مش مفيش دماغ، محدش فيكم فكر منين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ماشيين ازاي؟ هو فين احنا؟ انا مش عارف والله العظيم بجد ما عارف. الموضوع بقى عبثي ومصالح بتشتغل وسبوبات، وجاي يقول لك ايه انتوا اللي بتوع السبوبه. احنا بتوع سبوبه على ايه؟ انا جاي بقول لك الحبه الكامله، ولا جاي بقول لك تعالى تجاره سبوبه الحبه الكامله، ولا السجاير، ولا النوتيلا وشركات النوتيلا، ولا بتوع الرز وبتوع الرز والكلام ده كله. انتوا بتتكلموا ازاي؟ فين عقولكم؟ فين دينكم؟ فين الكلام ده كله؟ السبب فيها مين؟ العوضي واتباعه. العوضي عشان الناس اللي في ظهره بقى. ونيجي الاخر، ودي الجزئيه يعني بتمنى والله العظيم ان الناس كانت تشتغل في التعليقات معايا. انا مش ظاهر لي تعليقات، انا مش عارف ليه. انا مش عارف هل في تعليقات اصلا ولا لا، والله بجد ما اعرف. لو في تعليقات ومش ظاهره عندي انا مش عارف ايه السبب او ايه العيب. اللي هو اخر حاجه، بسم الله، اللجان الالكترونيه بتاعه العوضي. اللجان الالكترونيه بتاعه العوضي، مين اللي وراه مصلحه انه يرفع بالشكل ده العوضي وينشره؟ خشوا وشوفوا، ده دليل واقعي اهو. هاتوا كل الحسابات اللي في التعليقات عندي وعند غيري اللي بتمدح في العوضي وبتشتم فيا وبتشكك في ذمتي. خش على الحسابات بتاعتها، خش على الحسابات بتاعت الرسم، حسابات الكترونيه، حسابات وهميه، لجان الكترونيه او الذباب الالكتروني حرفيا. ايوه هم لجان الكترونيه، ذباب الكتروني زي ما بنقول بالظبط. هو داخل هو داخل يشتمك بس وخلاص. حساب لسه معمول، والله حسابات لسه معموله، وداخل يشتمني، وداخل يقول لك انا اتعالجت على ايد العوضي ومش عارف ايه. انا بخش على الحسابات اللي قبل ما ارد، بخش على الحساب بشوفه حساب لسه معمول. انا لما بحط المؤشر بتاع الماوس على الحساب بتاعه بيطلع لي كده حساب لسه معمول جديد، حساب جديد. خش ليه اللي ما فيش غير صديق واحد عنده على الصفحه، واللي ما عندوش اصدقاء اصلا، واللي الاكونت الحساب بتاعه مقفول، واللي الاصدقاء 150 200 واحد بس ولا 300، والصفحه مقفوله، كل صفحاته مقفوله، كل الاصدقاء بتاعه 200 و300 بس موجودين، ومش ما فيش صوره، ولو حاطط صوره مش حاطط كفر، مش عارف ايه. حسابات كلها مشكوك فيها، حسابات كلها وهميه مشكوك فيها. في مصلحه مين؟ في مصلحه مين؟ ليه الحسابات دي بتخش تعمل كده؟ ده السؤال والله العظيم بجد. ليه الحسابات؟ وبشرط، وهتلاقي العلامات دي على كل عبيد العوضي. ايه هي بقى يا باشا؟ وتلاقيها موجوده عنده. اي فيديو، اي بوست، شوف في عبيد العوضي تحتيه بيعلقوا على الفيديو، بيعلقوا على البوست، ولا داخلين باسطمبه واحده. ايه الاسطمبه دي؟ تشكيك وسب وشتم فيك وتنمر عليك. واشهرهم وابرزهم: انت مسدي، انت عندك تسدي، انت جسمك مش عارف ايه، انت ايه، ماشي. ويشتمك بقى، يخش شتيمه. او الصوره المشهوره بتاعتهم، واحد بيقول لك انا خفيت عن نظام الطيبات، واحد عمال بيقول لك اصل العلم بيقول ده المفروض يعكسوها طبعا، بس هم عاملينها كده، ماشي. واللي يطلع يقدس لك في العوضي: الشهيد، المحارب، شهيد ده كذا. انا لسه ما جيتش لرسول الانسانيه، انا ما جيتش لعبيده ودول وصلوا رسول الانسان بقى مسمينه رسول. ده كفر كده كمان. المهم يا باشا، فتلاقيهم بقى ايه الاسطمبه بتاعتهم؟ سب وشتيمه وتنمر واستهزاء. خش بعد كده عشان تخش على النقطه الثانيه بعد كده، تقديس والعوضي والكلام ده كله، وشتيمه في الاطباق بس. يخش يناقشك في التعليق، يخش يناقشك في البوست. مش موجود يا باشا، مش موجود.
مش موجود. بس كده، هو ده للاسف الاتنين موجود عندهم. فدول مصلحتهم ايه؟ داخلين يعملوا ايه لما يشتموك؟ ايه اللي استفادوه؟ والله العظيم بجد ايه اللي استفادوه؟ يعني من كلامهم، بص يعني غبائهم وفعلا ده افساد. ربنا لا يصلح من المفسدين. ده بيزودوا الشبهات اكتر حوالين العوضي وحوالين نظام وحوالين الناس اللي وراه. والله العظيم بجد، عشان يطلع بعد كده. ودي اخر حاجه هحاول اقفل بيها ونشوف فكره التعليقات اللي مش مظاهر عندي دي، مش عارف ليه. عشان تخش في اخر حاجه بقى، اللي تطلع تقول لك العوض رسول، العوض رسول الانسانيه، العوضي هو المهدي المنتظر. انا الفيديوهات دي شفتها امبارح، شفتها امبارح. والله العظيم واحده طالعه تقول لك هو رسول الانسانيه، واحد تاني يطلع يقول لك اشهد ان الله محمد رسول الله، العوض رسول الله. واللي طالع يقول لك العوضي المهدي المنتظر. هو كده كملت بكفر، كملوها كده قفلوها بكفر. يعني هو عكل درجه الكفر واتباعه بقى بيكفروا. قشطه قشطه، هو ده اللي احنا وصلنا له. ويقول لك ايه ده في مساحه حسناتك يا عوضي اللي الناس بتشتمك، والسيئات اللي هو بيعملها دي، والناس اللي اتضررت، الناس اللي بتتضرر واللي اتضررت. انا الناس النهارده كم مصيبه من ضرره. ده درجه يا راجل. انا اخر بوست منزله قبل الفيديوهين، واحد كاتب كده، واحد راح منكر بيقول على حديث النبي هبل. شفتوا الكفر وصلت لدرجه ايه؟ مش ممكن انكر حديث عن رسول الله صحيح، لا ده قال عليه هبل. كفر. الناس دي كفرت. انتوا متخيلين عشان شخص الناس دي بتكفر ويقول لك ده في ميزان حسناته؟ العبثيه وصلت لدرجه كده، الجهل وصل للدرجه دي اللي الناس النهارده بقت مش سيبك يا عم من الناس اللي اتضررت، الناس اللي بتموت، الناس كفرت بيخسروا دينهم واخرتهم. الناس دي بتخسر دينها واخرتها. ده شفت العبث وصل لفين؟ الذهول اللي الواحد بيشوفه من عبيده ومن اللي منتشر بقى شيء مرعب. واطلع اتكلم اقول يا جماعه الراجل ده بقى فتنه وصلت لدرجه عبيده بيكفروا، ويطلع لك انت بكفر الناس مش عارف ايه العوض. يا ابني انت بتقوم حجه على الناس. واحد طالع بيقول لك حديث رسول الله الصحيح في البخاري ومسلم، بيقول لك ده هبل. ناس بتنكر السنه بتنكرها عشان تثبت كلام العوضي. بيلوي لك كلام، بيلوي الاحاديث وبيلوي تفسيرات القران عشان يثبت كلام العوضي. وعلى الفيديو اللي انا لسه منزله بقول لك قال رسول الله، الرسول عمل، تقول لي العوضي قال. الله اعلم ورسوله اعلم ام العوضي؟ ده منتهى مش الجهل العبثيه، منتهى الجهل بالدين اللي وصل لدرجه الكفر. حاجات الواحد بقى بيشوفها مرعبه، والله رعب. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده دايما بقول في بداية اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان اردت بقوم فتنة فاقبضنا عليك مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لان الفتن الواحد بيشوفها. عايز اعرف بقى ايه قبل اخر ما اقفل بقى كده، عايز اشوف التعليقات ما بتظهرش عندي ليه. اكيد في حد علق، اكيد حد من عبيد العوض داخل يشتمني فما ظهرتش عندي. يعني انا اللي بيظهر عندي الناس اللي بتخش بتشوف بس. طب افهم بقى ايه؟ عايز افهم بس طيب دي بتاعت التعليقات. دعوة اصدقاء.
طب يا جماعه حد يقول لي، طب انا مش فاهم، هل في تعليقات فعلا؟ والله العظيم بجد انا عشان انا مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف ليه مش ظاهر عندي في البث تعليقات. تقريبا التحديث الجديد اللي نزل للموبايل اخفى تعليقات، او مش عارف عمل ايه في التعليقات. مش عارف. اما في تعليقات، بس انا مش عارف التعليقات بتظهر ما بتظهرش ليه عندي. انا عايز افهم التعليقات ليه ما بتظهرش عندي. هو في تعليقات، بس فين التعليقات؟ انا مش عارف والله يا جماعه ليه ما بيظهرش عندي تعليقات. انا مش عارف فعلا ما ظهرش عندي ليه تعليقات. يعني انا لما اتكيت على التعليق بتاعي ظهر لي يا استاذ جمال بيقول لي نعم هل في تعليقات، فاستاذ جمال لسه شايفها دلوقتي حالا بيقول لي في تعليقات. طب فين بقيه التعليقات يا جماعه؟ انا مش عارف. هو بصوا، هو على العموم انا هقفل البث وهبتدي اخش على التعليقات من جوه الصفحه واشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان انا حرفيا انا مش عارف. دي مفيش تعليقات ظاهره لحد دلوقتي عندي. المهم، هذا ما اعلم والله اعلى واعلم. واذا تكلمت فاسمع، واذا ضربت فاوجع، فان العاقبه واحده، والى ديان يوم الدين نمضي عند الله تجتمع الخصوم. ابقوا اكتبوا لي في التعليقات يا جماعه ايه الموضوع اللي انتوا عايزين نتكلم فيها، ونفتح في موضوع ايه تاني، وفي تعليقات وانا هحضرها ونبتدي نتكلم فيها. واشوفكم على خير، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان الله عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.